السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم، دخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم السفوف ديالي صحي وغني، وتابعوا معايا المقادير والطريقه. عندي هنايا كيلو ديال الجنجلان مغسول ومنقي، وعندي هنايا كيلو الا ربع ديال اللوز وكيلو د كاوكاو، وعندي القوفيه. هاد القوفيه هادي ديال الذره كيلو، وغادي نحتاجو مهم هادي ديال الذره، كاينه ديال الشعير ولكن انا جبت ديال الذره. وغادي نحتاجو شويه العسل وشويه ديال زريعه الكتان، انا درت غير شويه. المهم انا كميه السفوف ديالي قليله، اللي بغى يدوبل كيدوبل المقادير. عندي هنايا شويه ديال الإيلان ماشي بزاف، عندي النافع وحبه حلاوه بلديه. وغادي نبقاو في الطريقه. بالنسبه للوز عندي هنا كيلو الا ربع، فسختو وخليته ليله كامله حتى نشف. وغادي نديرو باش يكون صحي، ما غاديش نقليه، غادي نديرو في الفران، غادي ندهنو بالزيت، نلبسو مزيان بالزيت. وغادي نديرو في الفران حتى ونقص ليه العافيه حتى يذهب اللون ديالو. المهم مقارنه مع الكميه فاش غنقليو، هاد الكميه اللي دهنتو بها راه قليله. المهم في اطار صحي، ونقصوا شويه من الزيت وصافي. غادي ندهنو، غادي ندخلو الفران حتى يتحمر ونحتفظ به. بغيت نشكر الاخوات اللي سولوا فيا، الله يجازيهم بخير، والاقارب الله لا يخطيكم على الغيبه ديالي. مهم اليوتيوب كما كتعرفوا ولا انك تبت فيه راسك صعيب بزاف بزاف. وزيد ان المهم التليفون ديالي عمار، كونيكسيون ما زويناش، المهم بزاف ديال الظروف خلاتني نغيب، ولكن غادي نحاول نرجع دابا ونتمنى نستمر. ها نتوما كما كتشوفوا هذا القوام ديالي، هذا غادي نطحنو مزيان، غادي نعلكو. وهادو خليتهم باش غير نهرمشهم ونخلي شويه صايم. عندي هنايا كلشي داكشي طحنته غربلته، حبه حلاوه والنافع وإيلان وزرعه الكتان، كلشي داكشي مغربل صافي. يعني تقريبا كلشي واجد عندي. غندوزو دابا باش نخلط. عندي هنايا المسكه الحره وقبصه د الملح باش تطحن لي ديك المسكه الحره، درتها مع شويه سكر كلاصي وطحنتها في مولينيكس، وغادي نخليها جانبا. غادي نجيب ديك القوفيه ديالي اللي هي الطحين ديال الذره محمر. اول حاجه درتها يعني خلطت واحد شويه منها مع شويه الزيت باش يبان لي اللون. شي مرات كطيحوا فيها بيضه، يعني من الاحسن تاكدوا بشويه ديال الزيت باش نشوفوا اللون واش هو هذاك، واش محمره مزيان. كان خاصها كنحمرها في الفران. هنايا غربلتها، غادي نحيد السميده، ما بغيتوش يجيني حرش السفوف ديالي. غادي نحتفظ غير بهاد الكميه، وغادي نزيد عليها تقريبا ماشي بزاف ديال بالنق، هذا دقيق ديال الشعير محمر كنقولوا ليه حنايا بالنق. شويه مهم محمر حتى هو، جربت حتى هو اللون ديالو عجبني. غادي نضيفو على ديك الكميه كما كتشوفوا. غادي نجيب زريعه الكتان، راه ضفتها تما حتى هي مطحونه ومغربله، وإيلان انا درت غير شويه شويه، اللي بغى يضاعف الكميه ماشي مشكل. وإيلان حتى هما مغربلين حمرين مغربلين. هنايا غادي نضيف اللوز وجنجلان وكاوكاو مهرمشين. هاد الكميه هذه خليتها باش تبقى مهرمشه باينه، والكميه الاخرى راه علكتها مازال غتشاهدوها معايا. غادي نضيف دابا كاع ديك النواشف كاملين في هذا الاثناء. هنا الجنجلان حتى هو خليته صايم ما هرمشتوش، هرمشت شويه مع كاوكاو واللوز، والاخر خليته صايم باش يعطي ديك القرميشه للسفوف ديالنا. عندي هنايا غادي ندير 2 معالق ديال النافع عامرين كبار، وغادي ندير معلقه ديال حبه حلاوه كبيره، وغادي ندير معلقه ديال القرفه مطحونه، هذه طحنتها جديده خصيصا للسفوف. ممكن نضيفوا الكوزه، انا ما درتهاش، ممكن المهم على حسب اللي كيبغيها يضيفها. انا الكميه ديالي راني قليله ماشي بزاف زعما، كاين اللي بغى يدوبل واللي بغى يزيد
اضافات تبقاو على حسب كل واحد. انا ضفت هنايا داك شويه ديال المسكه الحره وشويه الملحه اللي طحنت مع شويه سكر كلاصي. واخا انا ما غنخلطش بسكر كلاصي، غادي نخلط بالعسل، نوعيه جيده. غنخلط بعدا هذا الشيء اللي كاين. وغادي نضيف اللوز وجنجلان وكاوكاو اللي طحنت، هذا طحنته على برا محمرين وخلطتهم، وهو طحنته مزيان. هذا يعني ممكن نطحنوه غير في الدار كما كتشوفوا. صافي وغادي نخلط مزيان مزيان. المهم انا في كما قلت لكم درت كيلو ديال الجنجلان، كيلو لاروب ديال اللوز، وكيلو ديال الكاوكاو. هادشي اللي درت. صافي من بعد ما غادي نخلطو مزيان غادي نضيف العسل. انا قلت لكم درت هنا العسل نوعيه جيده، ممكن ديروا سكر كلاصي، ولكن زعما بغيتو يبقى صحي هكا. المهم عندي شويه ديال السفوف عادي صيفطاتو ليا الوالده، وهذا درتو صحي خلطته غير بالعسل وزيت العود كما كتشوفوا. صافي وغادي نخلط، وغادي نبقى نضيف الزيت على حسب واش خاصني ولا لا. غادي نبقى ندلك فيه مزيان. المهم ما غنطولش عليكم الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نحاول نبقى ندير فيديوهات قصار من هنا لقدام باش ما يجيوش هكا مملين. صافي كما كتشوفوا من بعد ما خلطت هذه التخليطه الاولى غادي ندوز يومين عاوتاني وغادي ندلكو عاود باش كيطلق داك الليدام ديالو. هذه في الاول دابا غير خلطته، ومن بعد عاوتاني نخليه يطلق. غادي نعاود واحد يومين وغادي ندلكو مزيان باش كيولي واجد. كما كتشاهدوا السفوف ديالي ها هو. نتمنى يكون نال الاستحسان ديالكم. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله في هذه الايام ديال تحضيرات ديال رمضان. فيما درت شي حاجه غادي نشاركها معكم. واخا انا ماشي من النوع اللي كيوجد بكري، غادي يعني حتى لهاد الايام قبل رمضان بشويه عاد غادي نوجد داكشي. قبلوا عليا ونتلاقاو في فيديو جديد. بالصحه والراحه، الى اللقاء.